هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عليكم. طبعا اليوم بنات انا جايه المركز هنا موجود باربيل. عنده مراجعه مال اسنان. لان اني اجيت بصراحه بنات، بس ما صورت لكم اول ما اجيت، فقلت اني خل اجرب الدكتوره واشوفها زينه او لا. يلا اشوفكم المركز. طبعا بنات سويت يمهم اسنان كل زينه والله، يعني ماكو هيجي دكتوره نظيفه او شغلها حلو. طبعا هي هاي رقم 20 هنا موجودة. وكشفية الأطباء هنا 3000 ياخذون، ما ياخذون أكثر. حشوة جذر 17 يمكن، لا الشلع 17. هسه أشوفكم بعد شنو موجود هنا. هاي طبعا بنات غرفة الأشعة موجودة. أي دكتور تريدوا كشفيته 3000 وتدخلون للدكتور. هاي موجودين هنا. هذا العلاج الطبيعي هنا موجود. خلينا نشوف بعد شو. صيدلية أمراض مزمنة طبعا مجاني ينطون هذا العلاج. شوف بعد شنو موجودين، دكاترة كل شي موجودين. دكتور عيون، الأسنان، كل شي، مفاصل. هاي شوف، هاي مال وحدة المسنين. هاي بنات طبعا هسه نص الدكاترة طالعين. لان هم هيج وقت الدوام يكون مالتهم من اكو من الصبح. اذا تجون الصبح للثلاثة هاي مجاني، اذا تجون ورا الثلاثة من 3 ل5 راح يكون لا بفلوس الكشفية مالته 3. هسه رجعت من المركز، قلت خل اصور لكم. دا اسوي حلا بارد. طبعا هنا العائله مشتهين حلا بارد، فقلت لازم اشارك البنات بالحلا اللي راح اسويها. بنات عندنا ظرفين من الكريم شانتي هاي النوعيه، راح اخليهن الظرفين اثنيناتهن. حخلي هاي نوعيه القهوه هم شويه من عندها مو هوايه. وعندنا القشطه هاي هم شويه. وعندنا الحليب السائل، وعندنا نوعيه البسكت هاي. بنات هاي كلش طيبة تسوون الحلا. هاي النوعية زينة مجربتها تخبر. هسه تعالوا حنخلي كل المكونات بالخلاط. طبعا عندنا هذا الحليب شنو من تجيبون البسكت تخلوه هنا وتخلوه هنا حتى شوية شلون ما يصير انه كلش يموع البسكت. هسه حنيجي هنا بالخلاط نخلط كل المكونات. هاي عندنا هسه ظرفين. حخليهن بالخلاط. هذا اول واحد. هذا الثاني. خليتهم. خليتهم خلينا نذيبهم بنات حتى ما احب هوسه تصير. لازم نرتب ونرجع نسوي. هسه حخلي هاي القشطه، حخليها كلها. خليتها. هسه حاجي خليت اني هسه هنا قهوه ويا الحليب، بعد ما احتاج هاي القهوه، بس قلت حتى اشوفها للبنات. حليب سائل خلي. يعني انا اريدها شلون يصير الخليط مالتها شويه خفيف مو ثخين. هاي حليب سائل. هسه بنات حنخلطهن المكونات كلهن بالخلاط. الخلاط. هسه بنات سويت الخليط هذا
مالتي اجي اسوي البسكت بالحليب. خليه طبقة بسكت وطبقة من هذا الخليط مالتي اللي سويته. هاي نوعية البسكت بنات تخبل، يعني اذا تريدون تسوون حلا بارد تجيبون من عندها، اكو تجيبون بسكت هيك يصير بسرعة يصير هش، يعني فد مرة يموع، هذا لا. هسه بنات كملت طبقة من البسكت، حخليه الخليط مالتي. طبعا هو بنات يعني حلا بسيط العائلة كلش تحبه هنا، دائما يقولوا لي سوي لنا اياه كلش طيب، فاسوي لهم اياه. هيك تصير طبقة بسكت طبقة الخليط. هسه حخلي بسكت. هاي هنا طبعا الدومة ابد مسكت بنات، نهائيا ما يحب يسكت الا يحكي. عندي الدومة هم كلش يحبه، يموت عليه هذا الحالة. ما يكلفكم، يعني شلون مكوناته كلش بسيطة، موجودة بكل بيت. هاي حخلص هاي الطبقة، خلي الخليط تخلوه بنات فد نص ساعة هيج بالثلاجة. هاي خليت الخليط. طبعا بنات انا خليت لها شوية كريم شانتي بالفراولة، لان شوية غيرت لونها، قلت شوية لونها يتغير وينطيها طعم كلش طيب. انتو بكيفكم، تريدون تخلوها يعني هيجي سادة، تريدون تخلوها بالكاكاو، كل واحد وحسب الطعم اللي يحبه. هسه بنات هاي اخر طبقة خلصتها، حكملها وادخلها للثلاجة ربع ساعة نص ساعة، تخلوها وتاكلوها، طلعوها وتاكلوها. هسه بنات صار الحلا جاهز، طلعته من بعد نص ساعة من الثلاجة. هاي شوفوا، خليه بالماعون، شوفوا بنات خبل طعمه كلش طيب. هسه بنات اتمنى استفاديتوا من الفيديو، لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.